قشرت البطاطا وقصيتها كيما قصيت البطاطا المقليه فتكون شويه خشينه وحطيتها تتقلى. نبقى نحرك في البطاطا حتى طيب ونقص عليها ما تقويوش ولا النار لا تتحرق. جبت برمه حطيت فيها شويه زبده وشويه زيت، حطيت فيها اللحم وقعدت نقلي فيهم حتى اللحم يتقلى. بعد حطيت البصله بديت نحرك فيها حتى تقلى البصل يتبدل اللون تاعها تصفر. وهاني قاعده نحرك فيها حتى تتبال البصله وتصفر. تقليت البصله وتبدل اللون تاعها حطيت المعدنوس وقاعده نحرك فيها درك. بعد حطيت شويه ملح، زيد نحط شويه فلفل الكحل ونحركها ونقعد نحرك فيها ما نطلقهاش تزيد تتحرك، زيد البصله تاعها تتحرك. بعد ما قليت البصله مع الدجاج مرقتها بالماء وخليتها طيب. وهنايا حطيت الحمص تاعي، الحمص طايب، لكن نتوما الحمص تاعكم ماهوش طايب حطوه مع اللي يطيب مع المرقه. وهنا بعد ما طابت المرقه وعقدت ونقصت ولات زغبه نحط لها نحيتها اللحم، نحط لها البطاطا اللي قليتها قبيله نخليها طيب معاها. وهنا بعد ما طابت البطاطا مع المرقه نعقدوها بالشوي بعظمه وشويه ملح وشويه فلفل كحل وشويه قارص وشويه معدنوس ونحركها. هنا بعد ما طابت لي الماكله تاعي جبت مقله حطيت فيها شويه زبده باش نقلي الدجاج اللي طيبته قبيله. وهي اني نقلي فيه. وهنا بعد ما طاب الدجاج اللي قليته في الزبده قبيله حطيته فوق طاجين الكباب كيما هكا. هذا هو الشكل النهائي. وهنا جيت ندير جاي القسنطينه، درت فيه شويه زيت وشويه صنعه وجاي القسنطينه نديرو فيه اللحم، وانا درته بالدجاج واللحم. اللي ما عندوش اللحم يديرو بالدجاج عادي. وقاعده نحرك فيه حطيت فيه شويه كرافس وقاعده نحرك. وهنا بعد ما قليت اللحم مع الصنعه اللي دوبتها قبيله شويه زيت نلوح لها البصله، حبه بصله نقعد نقلي فيها كيما هكا حتى يتبدل لون البصله. قليوها مليح يا البنات كل ما تقليوها مليح كل ما تجي الماكله بنينه، كل ما يجي الجاري بنين. وهنايا البنات بعد ما قليتها مليح شوفوا يا البنات كيفاش البصله تبدل لونها. لحت لها شويه طماطم، حبه طماطم تلحب، نعاود نقليها هي تاني مع البصله. هنا بعد ما قليت البصله مع الطماطم حطيت شويه دبشه ونقعد نحرك فيها. هاني قاعده نحرك فيها كيما هكا. هنا زدت حطيت مغرف طماطم تاع البطاط ونحركها. وهنايا مرقتها بالماء سخون نخليها طيب. هنايا بعد ما غليت المرقه حطيت لها الفريك باش يطيب ونحرك. هنايا بعد ما طاب الدجاج صفيته في الصحنه وهذا هو الشكل النهائي. جا بنين يهبل.